هي مش علامة النجمة دي بتاعت الماسونية ولا أنا بيتهيألي؟ فين البنات اللي كانوا بيدافعوا عن مريم شوقي وبيقولوا إن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده مجتمع ذكوري، وإن الواحدة كل ما تطلع تتهم حد بالتحرش لازم يهاجموها، وإنت لابسة إيه ومش لابسة إيه؟ طب تعالوا بقى علشان خاطر ده الحساب بتاعها على الانستجرام. واحدة واحدة كده ومن أول السطر، علشان خاطر البت دي أنا مش مستريح لها الصراحة وحاسس إن وراها كارثة كبيرة. ده حساب مريم شوقي على الانستجرام. بصوا كده يا جماعه، طبعا في المقدمه هي عارضه كل حاجه خاصه القضيه. ننزل بعد كده تحت قبل القضيه. تعالى ندخل كده على ابو دراعات ده بتاع الهندوس. ده بيعمل ايه عندها؟ طب هي مسيحيه، اللي انا اعرفه ان هي مسيحيه. مالها ومال الهندوس؟ ده بيعمل ايه عندها؟ يعني ده اللي انا اعرفه بقى، ان دول متخصصين في الماسونيه. ايه اللي دخلها في القصه دي؟ التعليقات الناس اهي على الفيديوهات بتاعتها. التعليقات دي حديثه بس الفيديوهات قديمه، واخدين بالكم؟ اهي دي صوره واضحه لكالي آلهة الهندوس المرتبطه بالدمار والموت والخ دي شغلانتها انها تركب الترند. مش طبيعيه والله، وهيطلع وراك حوار كبير، وهيطلع وراها حوار كبير ان شاء الله، وهيطلع وراها حوار مش اي حوار. احب اقول لكم ان هي اصلا حتى الاماكن اللي هي بتدخلها او الصفحات اللي هي بتدخلها كلها صفحات اللي هي تابع ليها. يعني بص الصفحه دي كده، انا مداري على فكره حاجات، يعني انا ما اعرفش ايه اللي ورا دي بتاعت ايه، انا مداريها لانها عباره عن عريانه، يعني رسمه بس عريانه، بس ما ينفعش ان انا اعرضها. طيب ده برضو يعني مقاطع ريلز هي بتستخدم من المقاطع دي بعض الاصوات يعني انا مش عايز اشغلها علشان خاطر الاصوات دي ما هي اللي عباره عن ايه، حاجه خاصه بالماسونيه برضو. فالبت دي وراها حوار يا جماعه، لازم البت دي تفكش وراها، الموضوع مش سهل. والزباله ما بيدافعش غير عن الزباله